طائر واحد بيتوصف ان هو الاخطر على وجه الارض. ضربة واحدة منه كفيلة ان هي تقطع اي جسم كائن بما فيهم الانسان. كائن ضخم سريع ملون لكن مخالبه فيها سلاح قاتل. ده طائر الكسوري، طائر اللي في سنة 2019 قتل راجل بيربيه بضربة واحدة بس. فعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. بس في الاول ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. انا اسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. الكسوري هو واحد من أضخم الطيور اللي عاشت على كوكبنا، وبينتمي لعائلة النعاميات، وبيبقى موجود في الأساس في الأماكن اللي فيها مطرة كتير زي شمال استراليا وجزر غينيا الجديدة، والجزر اللي لسه الطبيعة فيها لسه بك. الطائر ده بيعتبر أكبر طائر في العالم بعد النعامة والإيمو، لكن هو بيكون أكتر واحد فيهم مثير للرعب والانبهار في نفس الوقت. طوله ممكن يوصل ل 2 متر، يعني لو وقف قدامك هيبصلك تقريبا في مستوى العين أو أعلى شوية. ووزنه بيبقى من 50 ل 70 كيلو جرام، وبيعيش لمدة 40 سنة، لكن في الأسر ومع رعاية الإنسان ممكن يوصل لعمر أطول من كده بكتير. ريشه أسود وكثيف، شكله شبه الشعر الخشن، ورقبته عبارة عن لوحة ألوان طبيعية، وفي منتصف راسه في خوذة عظمية. الخوذة دي مش منظر وبس، الخوذة دي أشبه بالعظم، والعلماء بيعتقدوا إن هي ليها أكتر من وظيفة، زي مثلا إن هي بتحمي راسه من الصدمات وهو بيجري بسرعة في وسط الأشجار، أو إن هي بتساعده إنه يحدد الأصوات المنخفضة اللي إحنا كبشر ما بنقدرش نسمعها. وبرضه بتكون أداة لاستعراض القوة. الذكور منهم ممكن يستخدموها لجذب الإناث أثناء موسم التزاوج أو في فرض الهيبة على منافسيهم. الكسوري مش مجرد كائن ضخم وبس، ده واحد عنده إمكانيات بدنية بتخليه من أقوى وأسرع الكائنات اللي موجودين جوه الغابة. سرعته مذهلة، ممكن يوصل ل 50 كيلو في الساعة الواحدة، وده معناه إن هو يقدر يطاردك أو يهرب منك في ثواني معدودة، ده حتى وسط التضاريس الصعبة اللي موجودة جوه الغابة. وهو مش بس سريع، لكن عنده قوة رهيبة في رجليه بتخليه ينط الارتفاع ممكن يوصل لمتر ونص بسهولة، وده بيساعده إن هو يعدي الحواجز الطبيعية أو يوصل لفروع منخفضة وبسرعة. المفاجأة إن الكسوري بيعرف يعوم وبيقطع مسافات طويلة جدا، سواء في الأنهار أو حتى في مياه البحار، وده بيخليه يعبر أي مجرى مائي بدون أي مجهود واضح. لكن كل ده مش أخطر حاجة فيه. كل رجل من رجليه فيها مخلب أوسط طوله حوالي 12 سنتي. المخلب ده بيكون حاد وحجمه شبه الخنجر الصغير. ضربة واحدة من رجليه ممكن تمزق لحم أي كائن وتكسر عظمه، وده مش مبالغ فيه. حوادث حقيقية أثبتت إن الركلة دي قادرة تقضي على إنسان في لحظات وتنهي حياته. علشان كده موسوعة جينيس صنفته كأخطر طائر في العالم على الإنسان. الكسوري طائر مش بيحب التجمعات، بيحب يعيش لوحده معظم الوقت. هو مش بيهاجم البشر إلا إذا حس بالخطر، أو حد حاول يقرب من أطفاله، أو حتى حد قرب من المنطقة اللي هو بيسيطر عليها. أكله الأساسي بيكون الفواكه، لكن كمان بياكل الحشرات أو الزواحف الصغيرة. الغريب بقى إن طائر الكسوري الذكر هو اللي بيقوم برعاية البيض والصغار، وبعد التزاوج الأنثى بتضع من 3 ل 5 بيضات كبيرة لونها أخضر، وبعدها بتسيب الذكر بقى هو يقوم بكل حاجة، وهو اللي بيحضن البيض لمدة 50 يوم، وبعد الفأس هو اللي بيهتم بالصغار لمدة 9 شهور تقريبا، يحميهم ويعلمهم ازاي يدوروا على الأكل. ومن شدة خطورة طائر الكسوري على الإنسان بيبقى فيه لافتات تحذير من الأماكن اللي بيبقى فيها الطائر ده. في أستراليا وغينيا الجديدة بيتم تحذير السياح والسكان من الاقتراب من طائر الكسوري أو محاولة إن أنت تأكله. السبب مش إن هو شرس بطبيعته، لكن لأن هو بيشوف الاقتراب منه يعتبر تهديد مباشر. وبصراحة حوادث هجوم الطائر ده على الإنسان بتكون نادرة، لكن في نفس الوقت بتكون قاتلة. في سنة 2019 راجل كان بيربي طائر الكسوري في بيته مات بعد ما الطائر ضربه بضربة واحدة بس. لكن برضه الطائر ده بيعتبر مهم للبيئة، لأن الطائر ده لو اختفى من الغابات كتير من النباتات هتختفي معاه، لأن هو بيعتبر واحد من أهم الطيور اللي بتنشر البذور في الغابات الممطرة، وده بيساعد في الحفاظ على التوازن البيئي. ووجوده مش بس مهم، لكنه كمان بيكون ضروري لاستمرار الحياة البرية في المكان اللي هو بيعيش فيه. وفي الآخر طائر الكسوري هو تجسيد إن الجمال والقوة ممكن يتواجدوا في جسم كائن واحد. ألوانه مبهرة بتشد النظر، لكن مخالبه القاتلة بتفرض الاحترام والخوف منه. هو مش وحش بيدور على الفريسة بتاعته، لكنه كمان بيكون حارس للغابة. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.